لحد ما تيجي سونا الرقاصة وتفرق بينهم، لأنها بتعرض عليهم إن هم يجوا يغنوا وراها وهي بتعمل نمرتها في الكباريه. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من فيلم هوليك، ودي السلسله اللي بقيم فيها افلام شفتها في الجيش لاول مره. والفيلم اللي معانا النهارده هو كيمو وانتيمو، فتعالوا بينا نشوف عمل ايه. الفيلم بيحكي عن كريم اللي صوته حلو وصاحبه حمو الملحن، واللي جم سوا من اسكندريه علشان يحققوا حلم الشهره سوا. بس الدنيا مقفله معاهم حبتين ثلاثه، لدرجه ان حمو بيفكر يروح يبيع كليته علشان يجيب بيها فلوس يعمل بيها شريط لصاحبه كريم، وده علشان ما يرجعوش لاهاليهم فاشلين. لحد ما تيجي سونا الرقاصة وتفرق بينهم، لأنها بتعرض عليهم إن هم يجوا يغنوا وراها وهي بتعمل نمرتها في الكباريه. حمو بيوافق بكل بساطة، لكن كريم بيشوف إن مش ده اللي هيوصله لحلمه، وبتدور الأحداث وبيقع كريم في حب سامية بنت صاحب البنسيون اللي هم نازلين فيه، واللي أبوها بينصحه إن هو يبعد عن بنته وميعلقهاش بيه ولا بحلمه، لأنه هو كمان كان عنده نفس الحلم بس اتخلى عنه وما قدرش يحققه. بيجي الكريم اوديشن في مسابقة صوت النجوم، بس في نفس الوقت بتحصل له حادثة فما بيقدرش يروح، وفجأة سونا بتقرر تبقلش حمو وتغيره، فبيرجع لصاحبه كريم وبيقنعه ان هو هيعمل حفلة جامدة جدا، بس محتاج ان كريم يسلفه صوته، بمعنى ان حمو هو اللي هيغني بس بصوت كريم، بمعنى صاحب يستغله يعني. بيوافق كريم وبيقف جنب صاحبه علشان يردله الجميل، والحفلة بتتعمل فعلا، بس من حيث لا تحتسب حمو بيفوق وضميره بيصحى، وبيقرر يروح يجيب صاحبه كريم من الباك ستيج ويظهره للجمهور. تقييمي للفيلم ان هديله السيلفر ميدال، وده علشان صوت عامر منيب وبس كده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو انت على فيسبوك وانستجرام وتيك توك تعمل لنا فولو.